السوق مولع بأسعار الفراخ والناس بتسأل ليه الفراخ بقت غالية كده وفجأة. الموضوع كله بيرجع للأعلاف، أيوة خامات الأعلاف اللي بتكلف معظم إنتاج الدواجن تقريبا حوالي 75% من التكلفة النهائية. عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية كشف إن الأسعار الأخيرة للذرة الصفراء صعدت من 12,000 جنيه ل 12,000 ونص، وكسب الصويا من 20,000 ل 21,000، حتى سعر الجيلاتين وصل 21,000 بدل 39,000. كل رقم من دول بيخلي تكلفة إنتاج الفراخ تعلى على طول. السوق المصرية مرتبطة مباشرة بالأسعار العالمية للحبوب، وده غير تكاليف الشحن والتأمين وتقلبات سعر الصرف. يعني أي حركة صغيرة بره بتأثر علينا جوه. بس لو الارتفاعات دي استمرت ممكن صغار المربين يقلصوا الإنتاج أو يخرجوا مؤقتا من السوق، وده هيزود ندرة الفراخ ويخلي الأسعار تعلى أكتر. لكن دلوقتي سعر الفراخ في المزارع بقت ما بين 90 و 91 جنيه للكيلو، والناس في السوق ما بين 100 جنيه ل 105 جنيه للكيلو الواحد. لكن السؤال دلوقتي، هل الأسعار هتفضل تزيد ولا ممكن يكون في حلول مؤقتة تعمل توازن بين المنتج والمستهلك؟